أهلا بكم. بعد تصريحات الرئيس الأمريكي المجنون ترامب، المصريين بيعملوا ملحمة في حب الوطن. المصريين بيعملوا ملحمة في حب مصر السيسي. المصريين بيعملوا حالة استثنائية في حب الدولة المصرية. المصريين بيعلوا الصوت لا للتهجير ولا لضياع القضية الفلسطينية. المصريين كتف في كتف من أجل إسقاط كل المخططات الصهيونية اللي بتدعو لتهجير الفلسطينيين وتدمير القضية الفلسطينية. وقت الجد كلنا جيش مفيش شعب، كلنا جيش مفيش شعب، مفيش معارض، كلنا مع بعض من أجل الحفاظ على الدولة المصرية. حتى المعارضين، يعني أنا امبارح شفت تصريح للإعلامي المعارض للدولة المصرية، الإعلام المعارض للدولة المصرية محمد ناصر، لأول مرة منذ 14 سنة بيعلن اصطفافه وتأييده للدولة المصرية والقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنع تهجير الفلسطينيين. يا جماعة، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس صاحب فكر ورؤية وبصيرة. الراجل ده راجل مخابراتي، الراجل ده شايف اللي احنا مش شايفينه وعارف اللي احنا مش عارفينه. ومعنى ان الاعلامي محمد ناصر في الوقت ده وفي التوقيت ده بيعلن اصطفافه مع الدولة المصرية وبيعلن تأييده للرئيس عبد الفتاح السيسي، يبقى الدولة المصرية ماشية في الطريق السليم. الناس يا جماعة بيبصوا لسوريا وبيبصوا لمصر، بيبصوا لليبيا واللي حصل في ليبيا واستقرار مصر، بيبصوا لليمن والسودان ولبنان وكل الدول اللي اتدمرت، وبيبصوا على أرض الكنانة، فرق السماء من الأرض. يا جماعة، الرئيس المخلص للوطن رزق، الرئيس المحب لوطنه رزق. عندنا بشار الأسد بيهرب وبيسيب البلد، عندنا زين العابدين برضه هرب وساب تونس، عندنا حسني مبارك عشان راجل عسكري وراجل صاحب خلفية عسكرية ما قدرش ومرضاش يسيب الوطن وقال هموت فيه وهدفن في ترابه ومش هسيبه. أيضا عندنا عبد الفتاح السيسي شايف الفكر اللي يقدر إن هو يهدم المخططات الصهيونية اللي بيخطط لها الملعون ترامب. ترامب جاي نافش ريشه بس مش علينا، ترامب جاي شايف نفسه بس مش على مصر. ترامب لازم يتراجع في قراره ويبقى قرار مذلة لترامب والأمريكا وللصهاينة، والعالم كله يعرف قيمة مصر والمصريين. وأنا من دلوقتي بطالب الشعب المصري كله يوم الجمعة القادم ينزل لتفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي. لازم ميادين مصر كلها تكتمل، لازم كل الشعب المصري ينزل يؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أي قرار يتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي لمصلحة الوطن والمواطن. يا جماعة، لازم كلنا نكون إيد واحدة. عاوزين تفويض للرئيس عبد الفتاح السيسي في أي قرار يتخذه، في الحرب احنا معاه، في السلم احنا معاه، في أي قرار يتخذه لمصلحة الدولة المصرية، لأننا كلنا واثقين في الرئيس عبد الفتاح السيسي ثقة عمياء. والله العظيم شعبية الراجل ده زادت في اليومين دول بعد تصريح ترامب أضعاف مضاعفة. عبد الفتاح السيسي اشتغل على حساب شعبيته في الفترة اللي فاتت، قال لك أنا مش مهم الشعبية، المهم البلد، مش مهم الناس تهتف لي، المهم إن أنا أبني وأعمر في البلد. دلوقتي شعبية الراجل ده زادت بعد تصريح ترامب، والشعب المصري حس بالخطر وعرف إن عنده رئيس بطل وعنده قوات مسلحة على أعلى مستوى، والكل واقف في ظهر الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي ظهر الدولة المصرية. وإن شاء الله
منصورة يا بلادي.